السلام عليكم، عاملين ايه؟ تعالوا يلا نشوف مع بعض النهارده الوجبه التانية اللي انا بقدمها للبط. الوجبه الاولى طبعا العلف اللي انا قلت لكم عليه قبل كده، ودي الوجبه التانية اللي انا بقدمها لهم. ادي البط بتاعنا وبعد ما نتفناه، عشان الناس اللي قالت ان العلف بعد كده هيروح في الريش، لا خالص. الريش هيزيد وكل حاجه، بس اللحم بينشف. الريشه نفسها بيبقى فيها بقعة دموية دي، او بتبقى لونها بينك كده، يعني لسه فيها اثار من الدم بتاع البطه. بتبتدي تنشف وبتبقى كويسه. اللحم بينشف وبيشد. هو ما شاء الله وزنه كبير اهوت، اللي هو اللي انا بتكلم كل ده عن البط البيور الابيض. وللاسف انا لسه انا ما جربتوش، لكن سمع عنه حاجه مش كويسه، ان هو بيسيح في الحله اول ما بيطبخ. فلان انا جربت البط البغالي قبل كده والمسكوفي والبكيني، بس البيور ده اول مره. هنشوف مع بعض ولما اطبخه ان شاء الله هوريكم وهنشوف. يا رب الكلام ده ما يطلعش مظبوط. فانا خلطت له هو العلف بتاعه، بحط له سرس وعيش عشان بينشف اللحم وبيرفع المناعه. البط المسكوفي اللي هو الاسود اللي قدامكم ده لسه صغنن اهو، لسه قدامه شويه، هسيبه بقى لحد رمضان. ده بط رمضان بجد، اللي هو البط المسكوفي ده. في منهم 4 مسكوفي، والخمسه التانيين دول بيور. حجمه ما شاء الله لا قوه الا بالله، زي ما انتم شايفين كده. انا مش عارفه اقرب منه اكتر من كده، لانه زي ما قلت لكم قبل كده هبل بيجري. انا كده بقدم لهم وجبتين في اليوم، الاساسيين يعني، وفي وجبه ثالثه طبعا. بس الوجبه الاولى الصبح العلف بتاعهم، والوجبه الثانيه بتبقى العيش مع السرس، يعني 4 ترغيف عيش ببلهم كده بشويه ميه لو العيش عندي ناشف، وبقلبه مع طبق سرس كبير وبقلبه لهم. لو عندي شويه خضره ولا اي حاجه بحطها لهم مفيش مشكله، انا عودتهم عليه والحمد لله دلوقتي بقوا ياكلوهم. وطبعا دي وجبه اساسيه في اخر فتره بتربي فيها اي نوع بط عندك، بينشف اللحم وبيحليه وبيخليه زي الفل.